جهة رافع السلاح، وليس معظم الإسلاميين من رافعي السلاح. المعركة مع الإسلاميين جزء كبير منها على المستوى الثقافي والاجتماعي، بمعنى أن هناك شبكات نتورك يعني لتقديم الدروس الخصوصية لكل الفقراء في مصر عن طريق المساجد. هذا نتورك رائع يقدم الدروس الخصوصية للملايين عن طريق الجامع في مصر في كل الجوامع، ملحق به مدارس ومستشفيات، ويقدم للناس إما العناية الصحية في فترة الحمل، إما تقريبا مجانا. هذا ما قصدته بالمنافسة. لا يمكن أن تقضي على شعبية الإخوان المسلمين مثلا في مصر إلا إذا لعبت بالأمن وتجفيف المنابع والمنافسة في المجالين والأفقين الاجتماعي والثقافي، وهذا كثير على الحكومات غير المثقفة وما أكثرها. لأن عندما نقول منافسة ثقافية مع الإخوان المسلمين هذا كلام سهل في القول، ولكنه عندما نعمل الآن لجنة لتحويله إلى برامج عمل، هذا عمل مكثف. أن تدخل في منافسة ثقافية ومعرفية واجتماعية مع الإخوان المسلمين الذين لهم نتورك شبكة لبيع الطعام بأسعار مخفضة في مصر، وتقديم الدروس الخصوصية وتقديم العلاج. إذا هذه المنافسة جائزة وقابلة للتحقيق، ولكن تحتاج إلى من هو مؤهل ومن هو مشغول بالأمر، لأن بعض الحكومات غير مشغولة بالأمر، يعني مشغولة بأشياء أخرى. حكومات بالها في هذا الأمر. الوضع مختلف في تونس، الوضع مختلف كثيرا في تونس، الوضع مختلف كثيرا في تونس. أنا لا أعرف. ليس لدينا شبكات لبيع مطاعم إسلاميين أو مش عارف ماذا، ورغم ذلك نلاحظ أنه نحن في 2010 ذاهبين نحو أسلم المجتمع. لا أنكر أنه يعني من حق الناس أن تتدين، لكن ما الفرق بين الأصولي والمتدين؟ هذه المشكلة. هذا ليس تدين، هذا اللي نراه حولنا في الشوارع ليس كله تدين، يعني في 5% تدين و95% سوسيو ايكونوميك، يعني اقتصادي اجتماعي، يجب ان يعالج بالمنافسه الثقافيه. انا قلت الثقافيه بمعنى لا، ولكن لا نستطيع ان نفصل ايضا عن الظروف الحياتيه الاقتصاديه. يعني لا يمكن ان يكون الانسان الذي يعاني اقتصاديا عنده فرصه لان يؤمن بافكار الحداثه كما يؤمن بافكار الاسلام. افكار الاسلام اسهل بكثير. يعني انسان يعاني من شرف العيش ومن الحياة غير عادلة، وإنه ما عنده سيارة، وإنه ما عنده يعلم أولاده، ثم نعرض عليه حلين: الحل الثقافي الحضاري التنويري والحل الإسلامي. من هو الأسهل؟ هذا الآخر في غاية السهولة، فضلا على أنه مريح، لأنه على الأقل يريح هنا وهناك. فالموضوع ثقافيا مندمج مع اقتصاديا إلى أبعد الحدود. الموضوع ليس لحية، واعتقد هذه نقطتك ان هناك ان نستطيع ان نقول اننا نتعامل مع ناس بسبب انه عنده لحيه او عنده جلباب قصير. طبعا الموضوع مجموعه قيميه، يعني ولا يوجد تعامل مع التيارات. اسمح لي لو قاطعك اسيت فهم السؤال. انا اعتقد انه الاخطر هو اللي عنده اللحيه يعني تنبت للداخل وليس الخارج. اللي تنبت للخارج هذا واضح، هذا ممكن ان نناقشه واعرف مرجعيته.